حاول تستخدم مصحف واحد في الحفظ والمراجعة، عشان هذا المصحف عينك تتعود على الآيات، الآية تعرف فين تنتهي، في آخر السطر، في بداية السطر، هذه الآية تنتهي قبل السطر بكلمة مثلا. سبحان الله مع الوقت عينك ترسم الآيات وترسم المصحف. فلو انتقلت لمصحف ثاني بالذات مع البدايات مرة بتتعب. حتى الحفاظ يعني المتقدمين غالبا خلاص يعتمد على مصحف واحد في المراجعة، هو المصحف اللي خلاص عينه راسمة الآيات. سبحان الله بعد كده حتى في المراجعة انت تعرف فين الآية هذه، موضوعها هنا، موضوعها هنا، يعني سبحان الله شيء عجيب. فاستمر على مصحف واحد فقط. من النصائح ايضا لا تزعل اذا نسيت بعض الآيات او السور، عادي جدا، والقرآن سريع التفلت. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالقرآن يحتاج شد وربط ومتابعة وحفظ ومراجعة أشد من إنك تهتم في موضوع الإبل. فهذا الحديث يعني مثال بسيط على أيام زمان، لأنهم كانوا يعرفوا كيف إنه الإبل تفلت لو إنك ما ربطت زي الناس. من النصائح: احفظ من سورة الناس إلين سورة البقرة، لا تبدأ من فوق. هذه كثير من المشايخ ينصح فيها. ليش؟ لأنك لو بدأت من تحت السور سهلة وبسيطة وتقدر تحفظها بسرعة، وسبحان الله تتذكرها بسهولة، وأيضا هي كثيرة التكرار في الصلاة وكثير من الأئمة يقرأوا فيها، فتتذكر مع الإمام إذا قرأ. وأيضا تقدر تقرأ أي سورة في ركعة، في ركعتين، في صلاة نافلة، في قيام ليل، فتكرر القرآن عليك كثير. فإذا كررته عليك كثير سهل عليك إنك تحفظ أكثر وقت، وأيضا تشعر بطعم الإنجاز. يعني لو من فوق حفظت تقريبا سورة البقرة كاملة 2.5 أنت حفظت سورة واحدة، بينما لو حفظت من تحت 2.5 أنت كذا ممكن تكون عديت 60-70 سورة، فالإنجاز مرة مختلف يكون. من النصائح: ضروري إنك تحصل شيخ تقرأ عليه عشان يحسن من تلاوتك وأدائك القرآني، عشان توصل مرحلة تقرأ القرآن كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير أسأل الله أن يعيننا على حفظ القرآن وعلى ضبطه وعلى إتقان حروفه وحدوده، وأن يعيننا على العمل به وتدبره. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. استودعكم الله